هو ده المواطن المصري، هو ده. هي دي القطة بتاعته، أيوة دي. كل يوم يحصل له موقف أبرد من اللي قبله، يبعتوا لسيادة الري والريس ما يردش بدك خالص. تسلم الأيادي، تسلم يا مصر بلادي، تسلم الأيادي، دي القطة عايزة زبادي. ديك النهار يا سيادة الريس رحت للطلع العصير، قلت له عم أنا عايز واحد عصير، بس قالي مفيش برتقال. ده كده كتير بقى. تسلم الأيادي، تسلم يا مصر بلادي، تسلم الأيادي، هاتوا للقطة زبادي. كلكم أنا بقعد أفكر هنتفرج على إيه، فين الدكتور باسم يونس وقفته البرنامج إيه، هو إحنا ما بنحسوش كفرحنا ولا إيه؟ تسلم الأيادي، ما تجيبوا للقطة زبادي. مصر رحت مرة كشف الطب، الدكتور راح قلعني سيبني، قلت يا دكتور لا كده حرام، قال لي خلص وقتي يا ابني بسرعة وما تضيعش في وقتي، قلت له كده خلاص لا مش خلاص، لسه مش شايف يا دكتور. تسلم الأيادي، تسلم يا مصر بلادي، تسلم الأيادي، ما جبتوش للقطة زبادي. هدا عبرنا بقى يا سيادة الريس، ما نستاهلوش ولا ايه؟ مش كفاية كاس العالم، طب ننتحره ولا ايه؟ سيادة الريس عايزين نعرف انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل ايه ده؟ تسلم الأيادي، تسلم يا مصر بلادي، مصر تسلم الأيادي. عبرونا يا جماعة الشعب كده خلاص بقى كده خلص خالص، مش عارفين نولعوا في نفسينا طيب ولا ننط في البحر. ايه ست ريس ده وخيمة ومصاريف كده، القطة أولى بيها ست ريس، واكل القطة أولى بيها ست ريس بقى. عبرونا بقى يا جماعة، عايزين نفرحوا بقى، عايزين نفرحوا يا جماعة. ايه ده؟ انت قاعد الموسيقى ليه يا عم انت؟ مفيش موسيقى، مفيش اغنيه. بنتك انت بتاكل حتة كده ورايا هو كده، كده. مش كفاية العصير لا كده؟ مش كفايه عصير يا باري يا معفن. كنت عايز مني ايه؟ انت في بالي عايز انت بالي بس معفن. بقى خالص ما نستحملكش بقى كلكم كده، ما عالم نستحملكش. وسخ، اسكت خالص.